جماعه الاهلي بقى البنا بقوا اي حد، من اول واحد زملكاوي لاخر واحد زملكاوي. ويا ريت بتقولوا كلام صح، يعني يا ريت بتقولوا كلام صح. كلها اشاعات في اشاعات. يعني ايه المناسبه او ايه الغرض منها؟ انت طالع تتكلم تقول ان الشحات وعبد القادر في الزمالك الموسم القادم. طب عرفني ازاي؟ هو لو عاوز يفشل هيجي الزمالك، دي من رابع المستحيلات ان واحد يسيب الاهلي عشان يروح الزمالك، والعكس صحيح. تمام. لو في ايه بقى؟ ان الزمالك اي واحد زملكاوي يتمنى بس يلبس التيشيرت، مش يلعب، يلبس التيشيرت بس. طبعا دي حاجة ما اي حد ما هيخاف يقولها من جوه نادي الزمالك، دي معروفة. انما انتوا بقى احنا بقى الاهلي اللي بنى بقكم، ودي حقيقة. يطلع الاعلام كله يطلع يتكلم بقى كله بقى خليته كله يتكلم، بغض النظر بقى عن كلام الاهلاويه اللي هو طبعا ما فيش مصداقيه اصلا من يعني ليكم، من كلام عشان كلامكم، وكله عارف انه هري في هاريه، ودي حاجه معروفه. فاحنا بنيجي بقى بنرد على كلامكم ان احنا بنطلع بنضحك. احنا بنضحك بصراحه، احنا لولاكم ما كناش هنضحك والله بجد. طبعا اتحاد الكوره على لقطه قفشه بقى، معروفه اللقطه مش يعني اللقطه باينه. مش شرط بقى الاتحاد الكوره بقى الاتحاد الدولي يكلم الاتحاد المصري يقول له ابعت لي فيديو. يا عم ده بقول لك على حاجه، طب الزمالك اهو ما في مشاكل، حازم امام بيخلصها. انا بس عايز اعرف محمد بركات ليه زي ما حازم امام بيعمل مع نادي الزمالك اي غلطه واي مشكله بيحلها ودي على طول في وقتها. تمام يا كابتن محمد، انت راجل لعبت في الاهلي، عملت تاريخ كبير، ليه يعني ما تحلش الاهلي؟ يعني بتاع قفشه دي ما كانش لازم الهري اللفه دي كلها عشان الناس تطلع يقول لك قفشه توقف مش هيلعب مدى الحياه. ولا هو يعني الزمالك هو اللي شكى فيه يعني كرها في الاهلي، ولا عشان القضيه؟ من انا عايز افهم يعني هو كرها في الاهلي ولا عشان القضيه؟ ممكن عرفوني بس. اما في الصعيد المحلي بقى الاهلي هيبدا الدوري يوم 22 اول مباراه بعد التوقف الدولي، وان شاء الله طبعا يعني هو كولر قال لك ال 11 لاعب اللي جاهزين ايا كانوا هم اللي هيلعبوا. طبعا دي حاجه مش وحشه، يعني حاجه الناس اللي جاهزه هي اللي هتلعب. طبعا الدوليين رجعوا، طبعا الاجانب لسه ما رجعوش، علي معلول واليو ديانج لسه وبيرسي تاو ما رجعوش، وان شاء الله التوفيق للاهلي ان شاء الله. بس يا جماعه يعني عفوا برضو عده قفشه دي يا جماعه لازم يعني ما نقفش عندها كتير، لان اصلا لقطه مش مستاهله، لقطه باينه وموجهه وباينه قوي ان هو بيعمل ايه. يعني هو بيقول لك ان والده كان في المدرجات ويسلم عليه وراح يديله التحيه حاجه زي كده. انما طبعا مش حاجه، انتوا الزملكاويه طلعوا عملوا الليله على الفاضي. بس يا ريت بقى زي ما الزمالك عمل كده ضد قفشه الاهلي يعمل. هنشوف بقى القيد انتوا هتعملوا ايه في حته القيد دي؟ انتوا هتعملوا في حته القيد دي انا مصيبه سودة على دماغكم لو انتوا ايدتوا ناس. طبعا الزمالك هيلعب في البطوله العربيه اللي هو اول ماتش ليه. طبعا هي مش هيلعب قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا هنلعب الفريق اللي قبل الزمالك ده، قال لك احنا هنلعب مش بالفريق الناشئين اول ماتشين. طب تمام قوي. تالت ماتش مين بقى؟ اللي هو الزمالك ما شاء الله، اللي هو ليلتكم سودا، يعني انتوا كده خربانه زي ما بيقولوا. حظكم بس الله اعلم يعني. بس هو ده اللي اتقال يعني من المدرب شخصيا. فقال لك
الاهلي بقى قال لك ايه؟ الزملكاويه يقولوا ايه؟ طب ما الاهلي، طب ما الاهلي قال لك طب ما الاهلي هيسيبنا بقى نهيل عشان البطوله العربيه واحنا بنمثل مصر وي وي والكلام ده كله. و نمثل مصر بقى وي وي والكلام ده كله، وهنسيب وهيسيبونا نعمل قيد. بس انا بقول لك لا، وهتشوف. سلام.